يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى صوص او صلصه البولونيز بتاعه المكرونه تحفه 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 من الالف للياء. صلصه بيحبها الاولاد جدا جدا جدا، الاطفال بيعشقوها. النهارده بقى معايا ايه؟ انت ممكن تعمليها بربع كيلو لحمه مفرومه، هتاكل معاكي اسره كامله. بس انا هضاعف الكميه عشان هاخد نصها اعمله ونصها هفرزه في التلاجة. في اي وقت هحتاجه هسلق المكرونه بس. معايا طبعا ده نص كيلو من اللحمه. معايا جزر، معايا بصلتين، معايا حوالي 5 6 فصوص من الثوم، معايا ورق كرفس انا بفرزه في الفريزر عشان كده شكله مجمد كده. معايا صلصه ومعايا طماطم فريش. الطماطم دي هغسلها وهقشر القشره الخارجيه، انا عايزه الطماطم من غير قشر. معايا حوالي كيلو ونص من الطماطم هغسلها واقشرها ونبدا مع بعض. يلا بسم الله توكلت على الله. حبايبي اول حاجه هعملها، معايا البصل والجزر والثوم والكرفس هحطهم في الكبه، هفرمهم في الكبه فرمه ناعمه. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنفرم البصل والثوم والكرفس والجزر كده. حبايبي اهو فرمت الجزر والبصل والثوم والكرفس والطماطم بتاعتي اهيت في الكبه. قشرت الجلده الخارجيه بتاعتها وهكسرها، انا مش هنعمها قوي، انا هكسرها. ولو ما عندكيش كبه تبشريها بالمبشره كده. حبايبي كسرت الطماطم زي ما انتم شايفينها بالمنظر ده كده. ابدا بقى ايه، نروح على البوتاجاز ونطبق وصفتنا النهارده. دلوقتي يا حبايبي هنبدا بسم الله. طاسه سخنه على النار، هننزل بشويه زيت ومكعبين 3 من الزبده. بدأت نزلت باللحمة بتاعتي على الزبدة ومعلقتين الزيت. اسوي اللحمة بتاعتي كده تاخد لون جولد كده حلو وتنزل ميتها وتشربها. وبعد كده ابدأ انزل ببقية الاضافات بتاعتي حاجة حاجة، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. الزبدة مع معلقتين الزيت بيدوها طعم حلو قوي، ولو مش متاح الموجود اشتغلي بيه. ممكن زيت زيتون برضو، مع زيت الزيتون بتبقى تحفة قوي. حبايبي وانا بشوح اللحمة هديها فلفل اسود، معلقه من البهارات المشكله، ونص معلقه من الحبان على لورا. المعلقه ديت معالق توابل، معالق صغيره، مش معلقه كبيره. شوح ما شاء الله تبارك الرحمن. تبداي بقى تشمي ريحه اللحمه كده، نزلت ميتها وشربتها. هبدا انزل معاها بالبصل والثوم والجزر والكرفس اللي احنا فرمينه مع بعض. شوح تشويح حلو، عشان التشويح اللي انا بشوحه ده هو ده اساس الطعم، هو ده اللي بيطلع لي الطعم الممتاز لصوص البولونيز او صلصه البولونيز. دلوقتي يا حبايبي الخضار بتاعي البصل والجزر والكرفس والثوم نزلوا ميتهم وتحمصوا مع اللحمه. هبدا انزل معايا بالصلصه بتاعتي بسم الله. احمص الصلصه بتاعتي مع كمان هريسه الشطه. احمص الصلصه بتاعتي قبل ما انزل بالطماطم. دلوقتي يا حبايبي بعد ما حمصت الصلصه معاها هنزل بالطماطم الفريش بتاعتي بسم الله. اتفقنا ان احنا الطماطم ديت بنكسرها في الكبه، ما عنديش كبه يبقى هبشرها بالمبشره. وطماطم لحم بدون جلد، لحم بدون جلد. بسم الله. هبدأ بقى في المرحلة دي احط بقية التوابل بتاعتي. اول حاجة عندي كمون، وعندي بابريكا، واهم حاجة عندي في البولونيز او صوصات المكرونة عامة الزعتر. احط من الزعتر
وهبدأ طبعا احط الملح بتاعي، اظبط الملح بتاعي واقلبها بقى تقليبه كويسه، وهغطيها واسيبها على نار هاديه بعد ما تغلي تتسبك وتستوي براحتها. اهم حاجه ان انا اسويها على نار هاديه بس بعد ما تغلي، هي تغلي وبعد ما تغلي هبدأ اوطي لها النار، ولو محتاجه مني كوبايه ميه احط لها كوبايه ميه واسيبها بقى ايه تتسبك وتستوي براحتها. دلوقتي يا حبايبي بدأت تغلي اهي، هديها ميه سخنه، كوبايه ميه سخنه، لازم الميه بتاعتي تبقى سخنه. وفي المرحله دي ههدي النار واغطيها واسيبها تاخد راحتها لغايه ما تستوي براحتها. كده هبدأ بقى ايه اسلق المكرونه الاسباجيتي بتاعتي. معايا ميه بتغلي هحط لها ملح، وهنزل على طول بالاسباجيتي بتاعتي، هبدأ اسلقها. كده يا حبايبي نشوف بقى ايه، احنا سلقنا الاسباجيتي بتاعتنا وما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين صوص البولونيز تحفه ازاي؟ شايفين القوام؟ عايزه اقول لكم يعني لو التليفون بيوصل الريحه كان الموضوع هيبقى خطير جدا، كان الكل هيجري يقوم يعمل شويه صوص البولونيز، صلصه البولونيز التحفه دي. جربوها بنفس الطريقه بنفس المكونات، بصراحه يا جماعه والله تحفه 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 تحفه. في المرحله دي ممكن تدوقي وتظبطي الملح بتاعك. هي كده استوت معانا وزي الفل. هبدا بقى ايه نغرف ونشوف احلى بولونيز. كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن الاسباجيتي بتاعتي استوت اهيت، سلقتها. هبدا بقى اخد صوص البولونيز التحفه بتاعي ده. شايفين القوام وشايفين الحلاوه وشايفين اللون؟ تحفه 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 تحفه.